الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى من عباده الصالحين ويكره منهم المنافقين والمخادعين ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه كما نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، أولا نحمد الله حمدا كثيرا أن بلغنا رمضان هذا العام، ونحمده أن وفقنا لمبتدئه كما نسأله أن يتمم لنا الختام. فكم من مؤمل خانه بالموت أمله، وكم من كان بيننا ماشيا بين ظهر الأرض فصار قبل بلوغه تحت بطنها، وذلك حكم الله لا معقب لحكمه. فلكم أن تحمدوا الله أن بلغكم شهر الصيام، وهذه غنيمة ومحمدة، لأن الله جل شأنه وضت حكمته أن هذه الآجال بيده، وجعلنا أعمارا وبلغنا شهر الصيام، هذا الفرض الذي فرضه الله على من كانوا قبلنا، غير أنهم ضيعوه وفرطوا فيه، لكننا وبحمد الله ما زلنا على العهد منذ أن أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والملاحظ في هذه الآية أن الخطاب موجه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. لم يقل الله جل شأنه يا أيها الناس، بل لم يقل يا أيها المسلمون، فالناس كثير والمسلمون كثر، لكن أهل الإيمان قلائل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم هذا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي فرض عليهم، ولكنهم فرطوا فيه. فمثلا فرض الصيام هذا على النصارى شهرا كاملا، فمرض أحد قساوستهم فنذر إن شفاه الله يزيد فيه 7 أي 7 أيام، فزادوها في الشهر، وهكذا إلى أن بلغ 50 يوما فشق عليهم، فحولوه من الصيف
إلى الربيع فغلبهم، وهكذا. هذا مصداق قوله كما كتب على الذين من قبلكم، والثمرة من هذا الصيام التقوى لعلكم تتقون. والمخاطبون هنا أهل الإيمان، لأن المؤمن يصبر على طاعة الله والمشقة، فكلما كانت المشقة في الطاعة كلما كان الأجر أثبت وأعظم. ولذا سمي هذا الشهر بشهر الصبر. ومنها تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي هذا الشهر الذي هو شهر الصيام يسمى شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر فيه عن طعامه وشرابه وشهواته. والذي لم يتحقق إيمانه ولم يكتمل سينتهك حرمة هذا الشهر من غير عذر، وهذا لم يكن في المخاطبين أو لم يدخل في هذه الدائرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصوم في اللغة هو الإمساك والكف عن سائر المفطرات حتى عن الكلام. حتى عندنا في العامية إذا أراد الشخص أن يصمت أحدا قال له صم فمك، أي اصمت. وهذا مصداق قوله تعالى عن السيدة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وأما الصوم في الشرع فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب لله. هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فشهوة البطن الطعام والشراب، وما يقوم مقامهما الاستنشاق والشم، أي أن تستنشق بخار غدر أو بخور أو معطر أو كل ما يكيف، هذا يقوم مقام شهوة البطن. وشهوة الفرج هي الجماع، وما يقوم مقامه مقدمات الجماع من قبلة ولمس وجس واستدامة نظر. وفي هذا نحذر أبنائنا الشباب من مشاهدة الأفلام الخليعة في نهار رمضان، حتى وإن كان في غير رمضان فإنها لا تجوز. هذا يؤدي إلى مقدمات هذا المنع، أي شهوة الفرج، وإن فيها مضار عظيمة. أعظم مضارها أنها تفسد عليك طاعتك قبل أن تفسد عليك فحولتك. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر الصادق، لأن هناك فجر كاذب. الفجر الكاذب هذا يتراءى للناظر وكأنه بعد الصبح، لكنه سرعان ما يظلم الأفق ثم يأتي الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي بنية التقرب لله. وخاصة الخارج من العبادة مشدد عليه أكثر من الداخل فيها، أي لا بد أن تتحرى ساعة الإفطار يقينا لا شكا،
ثم بعد ذلك تفطر. وهذا لا ينافي التعجيل الذي هو من السنة. ما يزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا الصيام فرضه الله على كل ذي قدرة لم يكن من أهل الأعذار، لأن الآية استثنت: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن المريض الذي لم يستطع الصوم فعليه أن يفطر، ثم بعد ذلك يلزمه القضاء في أيام أخر. وهناك مرضى انتفت عليهم هذه الرخصة، أي لم يكن لهم حق القضاء، فهذا عليهم أو على ذويهم الإطعام أو الفدية. وفي هذا العام حددت ب600 جنيه، أي أن الشهر ب18,000، هذا إن كمل 30. والذي يفدي أو يطعم إنما هو الذي لم يستطع أن يقضي الصوم في أي وقت من الأوقات. أما الذي يستطيع فإنما عليه أن يغطي في أيام أخر. وكذلك المسافر ولا بد من السفر أن يكون سفر طاعة، وأن يكون سفرا فيه مسافة القصر، لأن هناك من يتعللون بالسفر أو المرض. فصاحب المرض لا بد أن يذهب إلى طبيب مؤتمن، وليس الطبيب بأحرص من الشريعة عليك في نفسك، لأن الله جل شأنه أعطى هذه الرخصة، لكن جعل لك الأمانة بينك وبين نفسك. فالشرع لم يهلك لنا ذاتك، أو لم يرد أن يشق عليك. ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، أي أن الصيام فيه الصحة. لكن المرض الذي لا يرجى برؤه فإن الإسلام ظن على نفسك هذه وأمرك بالمحافظة عليها. ولذا لا يمكن أن الشخص يتعنت ويريد الصيام وفيه مشقته أو فيه هلاكه، هذا ليس من الإسلام في شيء. وأن الشخص الصحيح إنما يزيده الصوم صحة، لأن البطن هذه لها إفرازات من السموم لا بد أن تتخلص منها في شهر واحد من شهور السنة. وأن الله جل شأنه لم يسم شهرا باسمه سوى هذا الشهر الفضيل. لم يرد اسم شهر باسمه في القرآن الكريم سوى شهر رمضان، فقال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه مزيته. ولماذا سمي رمضان رمضانا؟ قالوا: لأنه يحرق الذنوب ويرمضها، وأنه كان يأتي في الشهر 9 من السنة الهجرية، أي السنة العربية، وفيه الرمضاء وفيه تشتد الحر، لذا سمي رمضان. ومنها إحراقه للذنوب، أي أنه يحرق ذنوب العبد، هذا الذي يصومه. وشبه علماؤنا جزاهم الله خيرا أن شهر رمضان بين أشهر السنة 12 كيوسف بين إخوته. نبي الله يوسف عليه السلام له 11 من الإخوة، لقول الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا.
والشمس والقمر أمه وأبوه رأيتهم لي ساجدين. فغفر الله ذنوب إخوته 11 ببركته وبسبب صفحه، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فقالوا مثل ما غفر الله ذنوب إخوة يوسف 11 فإن الله يغفر ذنوب 11 شهرا من السنة ببركة شهر رمضان. جعلني الله وإياكم من الصائمين القائمين ومن أهل الرحمة ومن أهل الغفران والعتق في هذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد إمام الهدى ومصباح الدجى، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد أيها الناس، الحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام، وها هو اليوم الثاني غد انتصف، ولكن ليس لنا إلا أن نسأل الله القبول، لأن القبول أي قبول العمل هو الذي عليه المدار. وأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة فما من غائب أحب إلي من الموت. هذا القبول الذي يؤرق مضاجع الصالحين، فما علينا إلا امتثال أمر الله جل شأنه، ونسأله القبول لهذه العبادة التي جعل جزاءها خاصا بذاته الكريمة، حيث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العبادات كلها لله لو تدبرنا، الصلاة والصدقة والزكاة وأعمال البر كلها. ما الفائدة أن يستأثر الله بهذا الصيام فيجعله لنفسه؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: لأن الله جل شأنه ادخر ثواب الصيام وأشرف عليه ولم يجعله للحفظة أي الكتبة الذين يكتبون ثواب أعمالنا. هذا كل صوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنا المطلع على ثوابه. أعمال العباد كلها الملائكة تكتبها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عدا الصيام، لأن الله استأثر بثوابه وأخفاه. فما علينا إلا أن نخلص لله هذه العبادة التي يشرف عليها جل شأنه وأخفاها عن ملائكته. وهذا الصوم الذي فرضه الله على هذه الأمة فرض في السنة 2 من الهجرة في شهر شعبان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول رمضان يصومه كان في السنة 2 من الهجرة، والتي كان فيها أيضا فرض الجهاد. وهذا يعني أننا نحن في العام 444 بعد 1000، أن الصيام له 1000 عام و442 سنة منذ أن فرضه الله.
فما علينا إلا أن نخلص في هذه العبادة، ولا يكون حظنا منها الجوع والعطش والتعب، لأنه هناك صائمون ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش والتعب، وهذا بارتكاب الفواحش وقول الزور والغيبة والنميمة وكل فعل لا يرضي الله ورسوله. لأن هذا الصوم كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم تصم عن اللغو وعن الرفث والفجور وقول الزور والغيبة والنميمة والقيل والقال فليس لله حاجة أن تجوع نفسك وتحرمها الطعام والشراب. الغيبة والنميمة وقول الزور كلها محرمة حتى في غير رمضان، لكنها في رمضان أشد حرمة وأشد ذنبا إذا قربها العبد. ولا ننسى أن هذه الهواتف التي هي سلاح ذو حدين إنما هي تسرقنا وتسلب منا أنفاسنا، خاصة وأن السلاح إذا استعمل بالخطأ فإنه يضر. السلاح قد يدافع عنك ويحارب لك، لكنك إذا استعملته فإنما تنتحر به. فلا ننتحر بهذه الهواتف التي هي مثل البحر تحمل الدر وتحمل الجيف، فكم من جيف في هذه الهواتف سترها الله عنا غير أن فيها درر. فبالله تفرقوا في هذا الشهر لعبادة ربكم، حتى وإن كانت هناك أشياء فلا بد أن تكون يسيرة. بلغني الله وإياكم خواتيم هذا الشهر وأصلح فيه حال العباد وحال البلاد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من الصائمين المقبولين المرحومين المعتوقين في هذا الشهر من النار. واجعل بفضلك اللهم هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء يأتيها رزقها رادا من كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم واستووا يرحمكم الله.